اهلا بكم من جديد. يمكن الفيديو بتاعنا النهارده هنقول افضل الصفات اللي موجوده عند الستات بيحبها طبعا الرجاله، يعني وبيجروا وراها الرجاله ويحبوا ان اي ست او الحبيبه اللي في حياته يكون موجود عندها الصفات دي. واللي بيشدوا في الست هي تقريبا الصفات دي، يعني بعيد عن الشكل والكلام. هنقول ان اول حاجه هي هم 9 صفات على فكره. هنقول البدايه هتبقى مع الست الوفيه او المخلصه، حتى لو كانت في وسط مليون راجل هي كده كده بتحبك انت بس، يعني قلبها اتفتح لك انت، مش شايفه حد قدامها غيرك يعني. رقم 2 طيبة القلب ومتسامحة. طبعا هنقول ان الحياة بيبقى فيها مشاكل كتير، يعني ممكن تحصل مشاكل بعد الجواز او بعد الارتباط اذا كان خطوبة او حب. فالست اللي هي بتبقى عصبية وكمان قلبها اسود، ما بتنساش بسهولة، ولو عملت حاجة تزعلها تفضل فاكراها لك وكده، فدي ست ما تتعاشرش، يعني دي ست مش بيحبها الراجل، يعني بيبقى حابب الست اللي هي بتنسى، يعني لو اساء ليها بتكبر دماغها او بتنسى عشان بتحبه. هنقول رقم 3 الذكية، يعني يبقى قلنا رقم 1 الوفية طيبة القلب والمتسامحة، رقم 3 الذكية. وذكية عشان تقدر تستشيرها في أمور حياتك، عندك مشكلة، عندك حاجة محتاج حد سند ليك يقول لك رأيه بشكل مفيد. فأكيد يعني كل واحد بيتمنى إن شريكة حياته تبقى كده يعني. صعبة المنال دي يمكن قلناها في وفاء يعني بشكل كبير. صعبة المنال دي ان هي من الاخر كده ما ينفعش ان هي طبعا تسلم لأي حد تاني يعني غير حبيبها يعني. فهنقول كمان الست من اهم المميزات بتاعتها ان هي تكون متفهمة. متفهمة دي بيدخل تحتيها بقى بنود كتير جدا، يعني ان هي هنقول في راجل بيبقى مثلا ما بيعرفش يعبر عن حبه بالكلام، يعني ما بيعرفش يتكلم كلام غزل كلام حب. فالراجل اللي زي ده بيعبر عن حبه بالافعال، هي بتقدر ده مفيش مشكله، ما تحبكهاش بقى اللي هو لا لازم تقول بتاع، لا متفهم. ظروف شغله بيتاخر، في مشاكل ايا كان اي حاجه بيعاني منها جوزها، تبقى ست كده دماغها شغاله واللي هي بتقدر الامور دي كلها. هنقول رقم 6 بقى هي المرأة الصادقة. طبعا أحسن من الكذب طبعا واللف والدوران. الست الكذابة واللي بتلف وتدور دي لا، موضوع بيبقى صعب جدا ومفيش ثقة بتبقى موجودة ناحيتها خالص يعني. لكن ده مش معناه على فكرة الست لما تكون صادقة ان هي مثلا صراحتها دي تبقى جارحة، يعني ده ما ينفعش يعني. فممكن بقى طبعا اساليب كتير جدا تقدري توصلي بيها وجهة نظرك اللي هي الصادقة دي، لكن بشكل في أنوثة كده وفي أسلوب جميل، يعني يخلي اللي قدامك يتقبل الكلمات بتاعتك دي، مش أنا صريحة فاروح أتكلم كلام ممكن يجرح اللي قدامي أو يزعل اللي قدامي. هنقول رقم 7 برضو دي مطلوبة شوية، اللي هي المرأة خفيفة الظل والطفلة. وهي هنقول اللي هي مش بتزعل بسرعة، يعني باختصار كده هي مش بتزعل بسرعة ولذيذة. عكس بقى ان هي تكون نكدية، فبالتالي الست بقى النكدية ديت هتطفشه من البيت، انما العسولة ديت هيلزق لها، هيفضل قاعد في البيت مش هيمشي. رقم 8 هنقول المرأة الرومانسية. طبعا هنقول بقى ان حسسيه بقى ان هو مرغوب فيه، ووفروا له جو من الرومانسية، وخلي عندك أنوثة دايما، يعني طول الوقت أنوثتك بتوضحها له، بالتالي بتخليه طول الوقت مشدود ليكي وحابب يلزقلك ويقعد معاكي. هنقول رقم 9 هي المرأة اللي بتحترمه. يعني ما ينفعش ان الست تعلي صوتها مثلا عليه او تشتمه او تكلمه باسلوب مش حلو قدام الناس او حتى ما بينها وما بينه. كل دي امور اكيد ما بيحبهاش الراجل، يعني بيبقى حابب الست اللي بتحترمه وبتوقره وبتديله قدره قدام الناس وما بينها وما بينه يعني. يمكن دي كانت تاسع حاجة واخر حاجة، واتمنى السعادة للجميع، وبكده يبقى نهاية الفيديو بتاعنا، وتحياتي ليكم.